تعملي ايه؟ بفتح اللفه دي اللي 15 يوم وانت لاففها. وانت لاففها. السلام عليكم ورحمه الله الاول، اهلا بيكم في حلقه جديده من قناتنا يوميات عادل والسعديه. وريحتها طالعه. ريحه بقى فظيعه، بتقول هي ما تعرفش ايه. انا كنت عاملها من 15 يوم وما تعرفش وانا مخبلها الكلام ده. عملتها هي كانت نايمه ورحت ماسك بقى ايه الحاجه دي عملتها ماشي من 15 يوم. قلت لها افتحيها دلوقتي، عايزه تعرف هو دي فيها ايه. بتقول لي ايه الريحه الريحه طالعه. ما نقول لكمش عليها تحفيحه الشقه كلها والله. جيب لي مشبك الغسيل عشان احطه على نيفي. ايه حط على انفك. انا احطه على زوجتي المغربيه يا جماعه. اول مره تشوف الحاجه دي. اهو افتحي ومالك محنطها كده. محنطها مش كده هتقولي كده. انا عارف مالك محنطها كده. ما لازم تتحمر 100 لفه 100 لفه لازم تتقفل. شيلي بقى تاني جوه افتحي. لسه لسه تاني وتالت ورابع. ايه ده انت منتقم منها. ايوه خدي من الطول بالطول. منتقم منها. لا بالطول كده. ايوه خدي من الاول للاخر. منتقم منها. منتقم منها. بنتقم منها. ايوه افتحي. الريحه عامله ايه؟ هتكملي ولا مش هتعرفي؟ ولا ابقى اكمل انا؟ تعالى كمل انت. طب خلصي بس خلصي. ما انت هتاكلي منها. ياه هتاكلي منها. هتوكلني هي منها. كده بقى لها 15 يوم يا جماعه. ايه الريحه؟ دي محنطه. الريحه عامله ايه؟ الريحه طالعه مقبوله ولا مش مقبوله؟ وهي مقبوله مش أيوة. ما يعني ريحه وحشه ولا. ما هي ده. هي ريحه هقول لكم يا مقبوله. جماعه. ده فسيخ مملح مصري. فسيخ مصري مملح. ايوه ادي كل واحده لوحديها اهي. طلعي كل واحده. اطلعي كفايه عليكي. طلعيها. لسه فيها ملح بقى. بس هي يعتبر استوت كده. بقى لها اسبوعين يا جماعه. ده سمك بوري مصري ومملحينه اهو بدات تظهر اهي. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. صل على النبي. حطها لي هنا عشان انت مش هتعرفي تنضفيها. نشفت. معناها ان الميه بدات ايه. افتحي لي الثانيه والله. بس الريحه طالعه مفحفحه. يا لهوي. بس الريحه حلوه. ايه ده؟ نشوف بقى. هي تفتح كده واحنا هنكمل بقيه اللي مش هتعرف تنضف وتطلع اللحم وكده. هنقول لكم هنعمل ايه. بصوا يا جماعه الملح الكشن الجامد ده لسه فيه بقيته. نضفوا منه. شايفين؟ نشفت طبعا. نشفت. ماشي. بس نشيل هذه الحاجات. رميها. لفيها جنب في شنطه تاني. اي كيس من دول عشان الريحه جامده وتترمي على طول. اغسلي ايديكي وتعالي انت بقى ايه صوري وانا هبدا ايه انضف وادوقك منها. ده فسيخ بيتي يا جماعه. المحلات ايوه ما هتفضل كده في ايديك. هي ريحه المملح كده. ليه انتوا مش قددوا اللحمه؟ يا ريحته مش طالعه والله العظيم. بتقددوا وبتعملوا ايه؟ قددوا ايه؟ بس ما بطلع ريحته ما تطلعش. واسمه ايه التاني؟ خليع. طيب خليع لا ده لا يعلى. هي بقى اللي هتصورني وانا هبدا افتح ايه؟ لا يعلى عليه الفسيخ. السلام عليكم اهو. راجع لكم تاني بقى اللي هي همسكه وانضفه اهو. الملح لسه فيه. هو كده بقى 15 يوم يعتبر استوى. الريحه بتاعته حلوه مش ريحه وحشه. في فرق بين الفسيخ وفرق بين الايه؟ الفسيخ النتن او الفسيخ النظيف. نحاول نفتح البطنية عشان كده خاصة تكون كبيرة. لو صغيرة بتبقى ناشفة. دي بس يعني وزنها حلو. في مكان للفتحة اهو يا جماعة. فتحة
نبتدي ننضف جوه. حلو ولا ايه؟ حلو. طلع بس الراس الاول نقطعها. سبحان الله، كل بلد وتقاليدها، وكل بلد كده قطعنا الراس. يلا لك الحتت الناشفه وننزل الملح ده. نطلع حاجتنا على نظافه. دور عليه. في معلقه ننضف اهو من جوه عشان اوريكم. دي البطنيه، لان اصلا ما نضفناش البطنيه لما جينا ايه نملحها في فيديو معمول قبل ده، بس على القناه التانيه لما جينا ملحناها. يا جماعه لازم نشيل ايه البطنيه دي خالص. بصوا ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين؟ وما شر حاسد إذا حسد. بصوا الريحة، شكل الفسيخة. طبعا مش طايقة ريحته. لا بس هتدوقي طعمه هيعجبك. اي حاجه لسه جديده عليكي اهو. كل حاجه بتتحسد. هنطلع السلسله دي. بصوا يا جماعه، السلسله دي مهمه جدا. بص الريحه، ريحه ملوحه. خلي السلسله. بص هنكحت القشره، هنشيل اهو. بص اللحم يا جماعه، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ما شاء الله، بسم الله، الله اكبر، تبارك الله. بسم الله، الله اكبر. لو الفسيخه اصغر من كده البوري مش هيطلع كبير، لكن لو كانت اكبر من كده هتكون احسن. كل ما يكون اكبر كل ما يكون احسن. يبقى فيها زبده شويه، سمنه يعني مزبده، وتطلع احلى. ده صحي ولا صحي الحاجه السمك ده؟ طبعا، كل المصريين متعودين من زمان ياكلوه في المواسم بقى بالذات. في العيد الصغير، العيد الكبير بعديه بشويه، في شم النسيم طبعا اساسي. اهو نشيل بس ايه. بصوا يا جماعه مزبده ازاي طريقه. هنخلص ونشيل ايه اهو. في شوك صغير كده ممكن نشيله. نشوف النص التاني اهو. نكحته يا جماعه بمعلقه كده اهو، بدل ما القشره جامده بيطلع معانا. اللهم صل على النبي. بص اللحمه حمرا ازاي. لو في قشره ولا حاجه من بره ممكن ايه تتشال. هو ده شايفين لونه حلو بس ريحته هو ريحته بس مش ريحته. في فرق يا جماعه بين الملوحه، بين ريحه الملوحه او الفسيخ وهو مملح وريحته بين العفانه. في فرق.
الفرق في الريحه. يعني ممكن قبل ما تفتحي تشم الريحه ما تطيقهاش. ادوقك اصبري. شيل بس الشوك الصغير ده. ممكن تقعد كمان اسبوع كمان يطلع احلى، بس كده استوى حلو. حاجه لو رحنا المره المغرب نعملوها والله. ما عندكمش انتوا الكلام ده؟ لا. لكن الطريقه بتاعت السردين دي حلوه بتاعتكم. بيعملوا السردين، هم عندهم مشهورين بالسردين يا جماعه. ادي انتوا شايفين؟ ادي الفسيخ المصري انتوا شايفين؟ حط عليه بقى زيت شايفين كيف وليمون. اهو ننضف بردك كل الصغير ده لحم، وبعدين نرمي القشر. لكن ما بتطلعش كتير. ما تطلعش كده، بس هيك عارفه دول نفرين ياكلوا منها ويفيد. لان حادق مملح. تحط عليه بقى زيت، وتحط عليه ليمون، وجاب جنبيه بصل اخضر. انت انا قلت لك حضري امبارح ايه؟ حضرت البصل. حطيت عليه ايه؟ خل وليمون وملح. خل وليمون وملح. حلو قوي. خل وليمون وملح وشويه ميه صغيرين عادي. بس حطيت ميه. ولو بصل اخضر يبقى احسن. انت جبتي النهارده بصل اخضر. خلاص يبقى برضك نكمل معاه. ايه رايكم يا جماعه؟ هو هعمل التانيه برضك واخليها لكم. يلا. السلام عليكم. فسيخ المصري. هتاكلي معايا فسيخ مصري ولا لا؟ هشاور نفسي. لا شاوري نفسك ايه؟ ما احنا بنتعب ليه؟ يلا كل سنه وانتم طيبين.